لازم اهم حاجه بنستخدمها حاجتين: ادوات خاصه بالسبيشال افكت او جروب الحروف، والادوات الخاصه بالتجميل. الادوات الخاصه بالسبيشال افكت زي الدم، روديوم، لاتكس، الشمع. اثنين، ادوات التجميل الخاصه بالتجميل اللي كل الناس بتستخدمها، الستات والبنات، من اول روجاجو لحد كريم الاساس. وبالعكس، اهم حاجه وانا بنستخدم الحاجات دي لازم يبقى عندنا جراف فرش، سواء جراف فرش للجروب خاص بالجروب او سواء جراف فرش للتجميل خاص بالتجميل. كويس؟ احنا بنعتمد اولا واخيرا ليه بنعتمد على الاكسسوار او بنعتمد على الملابس؟ عشان ناكد بيه الشخصيه من الناحيه العمليه، زي ما انتم عاملين الشخصيه تبقى مؤكده. انا بسال بقول الشخصيه دي ايه مصدرها، زي ما اتعلمنا ان اي شخصيه في الدنيا ليها مصدر. في شخصيات ليها مصدر وفي شخصيات مالهاش مصدر. زي ايه؟ الشخصيات اللي مالهاش مصدر هي اللي بتبقى من وحي الخيال، زي مثلا شخصيه الشيطان. في شخصيات ليها مصدر، زي لو هنعمل مثلا شخصيه الشيخ الشعراوي او الى اخره. الشخصيات دي ليها اساس وليها مصدر فبنشتغل على اساسها. اللي مالهاش مصدر احنا احرار في ان احنا نطلق ليها الخيال والعنان، تطلع الشخصيه على حسب ما احنا متخيلين. الشخصيات اللي احنا عاملينها النهارده هي شخصيات متنوعه، سواء من العصر الجديد او العصر القديم، سواء سبيشال افكت او تجميل، ايا كان. مهم جدا جدا يا جماعه واحنا بنعمل شخصيه لازم نهتم بيها بالتفاصيل. اهم حاجه في انشاء اي شخصيه التفاصيل، سواء في المكياج او سواء في الملابس او سواء في الاكسسوار. يرجع تاريخ فن المكياج الدرامي إلى العصر اليوناني والروماني، وذلك عند نشأة المسرح. فقد كان الممثلون وقتها يرتدون أقنعة مختلفة تساعدهم في تجسيد شخصيات الأساطير التي يجسدونها. ويعتبر ذي سبيس من أوائل الذين استخدموا الرصاص الأبيض والنبيت للرسم على الوجوه. في أوائل القرن العشرين ومنتصف القرن العشرين كان المكياج واخد اتجاه الحرفية بالثقافة المتواصلة، إن فلان اتعلمها من فلان اتعلمها من علان فقط. دلوقتي دخل في الظل الأكاديمي فبقى ليه منهج، فبنتعلمه دلوقتي أو بعلمه دلوقتي أنا والزملاء بشكل ليه أسس وليه منهج وليه طبيعة. فده خلينا أكتر نوصل لإن إحنا محتاجين مش نحدث بس علم المكياج كتابة، لا وأدوات كمان. في العصور الوسطى في أوروبا بدأ الممثلون بالرسم على وجوههم بألوان مختلفة كي يتقنوا أدوارهم ويقنعوا الجمهور بفكرة المسرحية. فمثلا اللون الأبيض للممثلين الذين يلعبون دور الملائكة، بينما اللون الأحمر للشياطين. وفي عصر النهضة تطور هذا الأمر فأضافوا استخدام الألوان واستخدموا صوف الحملان لعمل لحي مستعار. المكياج المسرحي في المطلق بيعتمد اولا واخيرا على الرؤيه، فلازم يبقى الاعتماد على الرؤيه يبقى مبالغ فيه شويه. اتنين، ينفع نستخدم بعض الادوات المكياج ما نهتمش بالتفاصيل قوي على المكياج في المسرح يعني. لكن في السينما وفي ظل الحداثه والاتش دي والكاميرات المستحدثه لازم دلوقتي التفاصيل نهتم بيها في المكياج. نفس القصه حتى الدراما او الفيديو او التلفزيون بقى فيه نفس التقنيه. فبقى دلوقتي السينما والتلفزيون قريبين شويه صناعه في المكياج. المسرح هو اللي بيختلف يعني مرحله او اتنين شويه في المكياج، ممكن نبالغ فيه شويه. المكياج مهنة تتطلب قدرا كبيرا من الإبداع والحرفية والابتكار لمن يمارسها، فهي تحقق لصاحبها ومتلقيها الكثير من المتعة، خاصة
إذا كان المكياج صاحب رؤية ولمسة جمالية، والسينما تعتمد على المكياج كعنصر أساسي وفعال لا يقل في أهميته عن التصوير أو فن التمثيل الذي يقدمه الفنان. أنا بشتغل في المهنة دي من وأنا عندي تقريبا 18 سنة أو قبل. فالموضوع أنا حبيته جدا من الناحية النفسية، ما حبيتوش فقط من الناحية المهنية، لقيته قريب مني جدا نفسيا. أنا ما أعرفش أشتغل موظف، ملهاش علاقة بالفلوس والله، أنا ما أقدرش أحاكي مهنة الروتين أوي مهما كان منصبها، أنا ما أقدرش أبقى كده. أنا لقيت مهنة الفن ومحاكاة الفن هي أقرب مهنة ليا روحيا ونفسيا، نعرف نبقى أصحاب. من هنا إن سمي إن أنا نجحت أو وصلت لمرحلة أنا مبسوط بيها بسبب كده، هو الالتقاء النفسي فقط. يعني إن أنا اشتغلت مع بعض الأساتذة اللي عملوا للسينما قيمة في بداية القرن العشرين ومنتصف القرن العشرين، فعلا عملوا للسينما قيمة، ومكتوب أساميهم في مؤرخين في كتب السينما من بداية مهرجانات السينما. أساتذة زي الأستاذ سيد محمد، أساتذة زي الأستاذ محسن فهمي، زي الأستاذ أحمد عفيفي، زي الأستاذ محمد عشوب. في أساتذة كان حظي حلو في إني أتعامل معاهم وأتعلم منهم. شخصية السادات كان الأصعب بسبب اختلاف لون البشرة بين أحمد زكي والرئيس المصري الراحل، هذا غير أنه تنفيذ صلع السادات بهذه الدقة أحتاج وقت ومجهود. لكن في فيلم حليم تعاون زكي لتنفيذ مكياج الشخصية مع فريق فرنسي. وعلى فكرة بالنسبة للناس اللي بتسأل هل المكياج بس صنعة أو حرفة؟ لا، حتى للطلبة بقول لهم كده يا جماعة، المكياج أو الفن في المطلق مش إنك تشتغل بإيدك، مش هو ده اللي ينجح. في عدة عوامل أخرى للنجاح في مهنة الفن في المطلق وتحديدا في المكياج. من منطلق إبداعية العمل الفني وإنه يحقق قيمة مثلى وهدف سامي يرتقي بالمجتمع وأفراده، ولا بد للعمل الفني الناجح من أن يتوفر له عناصر عدة لجعله جدير بالتقدير، منهم التشويق، الذوق العالي. أنا اللي نجحني في المكياج إن حبيت فيه لغة اسمها لغة التغيير والتخيل. ده اللي حبيته، إن الواحد بيطلق العنان إنه يعمل شخصية فترة من دماغه، بالذات الشخصيات اللي مالهاش مصدر. من هنا نمي جوايا عشق للمكياج. والدي دكتور أحمد عفيفي، هو دلوقتي ربنا يديله الصحة والعمر، هو أول من تسبب في دخولي المهنة. الفن لا يورث. الفن حاجتين مهمين جدا لازم نعتنقهم. يعني أولا الحرفية، ثانيا الموهبة. الحرفية بتخلق بالممارسة، الموهبة دي بتبنى بداية من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده نصل للنمو مع الحرفية. كنت بعمل مسلسل مع العبقري رحمة الله عليه الأستاذ نور الشريف، هو اللي تنبأ إن أنا ممكن أدرس في وقت من الأوقات. الكلام ده وأنا بعمل مسلسل دالي كنا 2008. تنبأ بعديها، شوفي بعد 10 سنين أنا ابتديت أدرس. اتضح إن هنا عشان الواحد يصل إلى الظل الأكاديمي أو التدريس أو حتى إنه يوصل معلومة أو يبقى هدف إنه يوصل معلومة لحد، لازم يقرأ كويس جدا، مش بس في اللي بتتكلم عنه، في كل اللي حواليه. يعني اتضح إن أنا كنت لازم أقرأ شوية زيادة في الدراما، في النور، في التمثيل، في الشخصية، في بداية المسرح، في بداية المكياج، عشان تعرفي توصلي المعلومة كاملة. أنت مش بتلتقي بعقل، أنت بتلتقي بعدة عقول في الطلبة. يعني بوصل عدد الطلبة عندي في كلية إعلام 250. تتعدد ألوان العمل الفني المقدم بين كونه دراميا أو كوميديا وغيره، تستسقى مادته ومواضيعه من التاريخ وما وقع فيه من أحداث ووقائع، وكان له كبير الأثر والأهمية، مما دفع منتجي الدراما لإنتاج مثل تلك النوعية من الأعمال الدرامية، ومن ثم عرضها على شاشات السينما والتلفزيون. صنف بالنسبة لي عدة أعمال درامية، سواء اجتماعية أو كوميدية أو أكشن أو تاريخي. لا، بشتغل تاريخي. ليه؟ لأن التاريخي بيلم كل عناصر المكياج. أنت ممكن تشتغلي كل معاني المكياج في يوم واحد، كله من التجميل إلى السبيشال إفكت تشتغلي في يوم واحد. 2، أنا بدايتي أصلا تاريخي. بدايتي كنت بعمل مسلسل زمان لن أنساه. يعني بدايتي كنت بعمل مسلسل مع عمر عبد العزيز، كانت فوازير اسمها هات وخد، كانت مع هشام سليم ورانيا فريد شوقي.
وبعد كده عملت مسلسل اسمه الامام مسلم، كان اخراج احمد طنطاوي رحمه الله عليه، كان بطوله احمد عبد العزيز ومحمود ياسين. كانت بدايه التاريخي كانت هنا، كنت عرفت هنا يعني ايه قيمه الالتزام كمان، يعني ايه تشتغلي. عشان كده كانوا لما قبل ما الواحد يصل الى هذا العمر يعني واحنا مساعدين، كان بيقول لك احنا بنشتغل مع المساعدين اللي اشتغلوا تاريخي، كانوا بينقونا افضل. ليه؟ لان اللي بيشتغل تاريخي بيشتغل كل الوان المكياج في المسلسل، فمش محتاج ان حد يفهمه، عارف يعني ايه مفردات المكياج لان احنا اشتغلناها. وانا كنت بحب التاريخي مع العلم ان شغل التاريخي شاق جدا جدا جدا، وكان مفرداته حتى اليوميه متعبه. احنا ممكن نقعد بالشهرين في الصحراء نشتغل يوميا 18 ساعه في الصحراء فقط، وبعدين في خيمه وبنعمل مكياج، مفيش اي خدمات اخرى. فده كان شقاء، ده اللي صنع مني الاصرار على المهنه. لان في المرحله دي ساعتها ما كانش قدامك غير حلين، يا تكمل وتقبل يا ترفض الشغلانه كلها. انا الحمد لله رب العالمين وصلت الى جزء انا بتشرف بيه. اول حاجه في تحضير العمل هو قراءه العمل وقراءه السيناريو قبل الحوار. لازم يجيد من يعمل في مجال التمثيل او الديكور او الاضاءه او المكياج فن قراءه السيناريو. ما معنى السيناريو؟ نمرة 2، في بعض جلسات العمل بتحدث ما بين صانع المكياج مع المخرج او مع الممثلين اللي ليهم بعض التغييرات. هنا بنلتقي في الاخر بوجهة النظر، وانا من ضمن الناس اللي بتخضع لمدرسة المخرج هو رب العمل. بغض النظر اختلفت معاه او اتفقت معاه، طالما انا اتفقت اني اشتغل في العمل ده فبالنسبة لي هو كلام المخرج اللي هيمشي. ترجمة كلمة تروكاج نفسها من الفرنسية كانت بمعنى مزيف، بمعنى كل ما يتم تصنيعه بشكل يحاكي المظهر الحقيقي ولكنه في الواقع مزيف ويحمل مواصفات مختلفة عن الحقيقي. وفي الحقيقة من الصعب حصر كل أنواع التروكاج بشكل تام ومكتمل، فالتعريف نفسه سينمائيا لا يمكن حصره في أشكال محددة، فنجد كل يوم الجديد. خيال المبدع لا يتوقف عند حدود. فن التروكاج هو فن الخدعة الخاضع بداية بالتخفي والتنقل، بعد كده الجروح والحروق وكل الأشياء دي. الحاجات دي الحاجات الوحيدة اللي بقولها للطلبة ولازم نشتغلها، ملاش بدائل. لازم تشتغلي بالأدوات الخاصة بالسبيشال إفكت. التروكاج هو الجزء الوحيد اللي لابد أن يصل بنا في الكاميرا إلى الصدق 90%، مش أقل من كده، لأن المبالغة فيه أو عدم الاهتمام بيه والإهمال بيه بيؤدي إلى سوء فهمه وعدم تقديره ورؤية مبالغ فيها مفتعلة، فهيبقى مش صادق، نصل إلى عدم الصدق. هي دي المشكلة. فعشان كده بقول 50% من النجاح لسبيشال إفكت في المطلق هو الأدوات. 2، لازم نبقى فاهمين احنا بنشتغل بالأدوات دي فين، في أي حتة في الوش أو في الجسم، عشان نبقى فاهمين إن كل جسم له تأثير. 3، لازم نبقى عارفين اللي تم من خلال الجرح او الحرق ده تم بايه، بأنهي آلة، بأنهي مادة، عشان نبقى عارفين تأثيرها ايه. حرق النار غير حرق مية النار غير حرق مش عارف ايه وهكذا، والحرق القديم غير الحرق الجديد اللي عدى عليه زمن. فلازم نبقى عارفين هذه المفردات كويس قوي. يعني من اصعب فروع المكياج في المطلق هو فن التخفي والتنقل او فن الجروح والحروق في المطلق السبيشال افكت. الخروج من المنطقة دي للدخول في منطقة اخرى مرهقة ليا وللممثل ايضا، وصعب انك تمسكي الراكور بتاعها، انك تمسكي حتة التتابع بتاعها. بالنسبة للناس اللي مش فاهمة بس كلمة راكور يعني تتابع الموضوع ما ينفعش يتعمل اكتر من مرة يعني. من منطلق أن الفن عمل جماعي يقوم على أكثر من مهنة تصب جميعها لإنجاح العمل المعروض، فلا بد من تكاتف مفرداته من صناع وخبراء، وأن يتسم بروح التعاون فيما بينهم. أنا اتعلمت من خلال الخبرة، مش من خلال حد، من خلال الخبرة. في حاجة اسمها سيكولوجية الآخر. لازم يبقى بينا نوع من أنواع الصداقة ولو كانت مؤقتة أو مفتعلة، ولكن لابد من صناعة هذه الصداقة عشان يبقى في ما بيني وما بين الوقت حوار. أنت بتشتغلي بإيدك بنوع من أنواع الفن، لو ما حبيتيش تشتغلي هتطلع النتيجة سيئة، فده بيأثر عليكي وعليك. ففي المطلق لو ما فيش ما بينكم لغة حوار أو لغة صداقة
ايا كان ما في القلوب يعني دي قصه ثانيه. العلاقه الشخصيه مش هتطلعي حاجه انت على الاقل تقدير راضي عنها، فلازم يبقى في روح الصداقه ما بينك وما بينه. اتنين بقى، وده الاهم، ان في حاجه اسمها سيكولوجيه الاخر او سيكولوجيه الممثل. في ممثل اصلا ما بيحبش المكياج اصلا، زي الدكتور يحيى الفخراني. علشان تقنعيه بالمكياج لازم تشتغلي معاه بطريقه السهل الممتنع. يعني مش لازم تقفي قدامه تعملي مكياج ساعه ونص. هو الدكتور يحيى الفخراني دايما اي عمل يخرج منه لازم يربي دقن وشنب، لو احتاجهم بعد كده هيشتغل بيهم كده. فانه يخضع للمكياج هو مش من الناس اللي فلازم تبقى انت عارفه كويس قوي الممثل اللي قدامك طبيعته ايه. فن المكياج يوظف في العمل الفني على اعتبار انه تهيئة وتجميل الممثل للدور المقدم، وقد يسترعى ذلك توخي الدقة والحيطة في المواد المستعملة والتي تحاك بالجلد والبشرة. كلمة مكياج سينمائي لابد أن يكون ماهرا في صناعة المكياج الخاص بالفن، بداية بالتجميل والشعور المستعارة اللي هي الدهون والشربات، الجروح والحروق والتخفي والتنكر وكل فروع المكياج. في مصر لازم يبقى المكياج خاص بكل ده، ما ينفعش أجيب مكياج بيشتغل في جزء وجزء لا. دلوقتي أصبحت الفجوة دي توسع شوية، أنا بقيت في بعض الأعمال بجيب ناس متخصصين شوية في كل جزء ومش في كل الأعمال. بره من بداية خلق هذه المهنة بقى لكل فرع صانع، بداية حتى باللي بيرسم الشخصية. يعني في مكير أساسا بيقعد يرسم الشخصية، عايزين الشخصية تطلع كده، ويجي مكير يفصل اللي احنا هنحطه، يجيب أدوات السبيشال افكت أو يجيب الشغل المستعارة يفصلها بالشكل ده، وبعد كده يجي مكير آخر يركب ده. هو أنا بقى طالب كل من يمتهن هذه المهنة وبالذات يشتغل في الافكت لازم يجيب أدوات الافكت من التوكيل، لان هي مالهاش غير توكيل واحد في مصر يعني الماني. هو الدم لازم يتجاب من مكانه الحقيقي، الدم الاخر الدم المتجلط لازم يجيب من نفس المكان الحقيقي للسبيشال افكت، اللاتكس لازم يتجاب من نفس الحكايه، الشمع اللي هو الخاص بالجروح، كل هذه الادوات لازم تتجاب من مكانها الحقيقي، ما نجتهدش ونصنعها. حتى اللاصق بتاع الدهون والشنبات لازم يتجاب من مكانه الحقيقي. طبعا المواد دي مواد مكلفة جدا وتكاد تكون أغلى من أدوات التجميل. أدوات التجميل إن لم يكن فيها بعض البدائل، لكن في أساسيات في أدوات التجميل ملهاش بدائل، ما ينفعش تستخدمها لها بدائل، اللي هي الحاجات المباشرة اللي على الوش أو على الجلد لازم، أو في العين، ما ينفعش الحاجات دي ليها بدائل، لازم تيجي بشكل محترم وليه اسم وليه قيمة، عشان ليها سايد افكت. الحاجات اللي ليها بدائل بتعمل سايد افكت احنا في غنى عنه، لان المفروض ان وش الاخر او الممثل او المواطن دي امانه لازم نتعامل معاها بصيغه الامان. يعني افتكر ان في اخر حاجه انا عملتها قريب جدا كان لرحاب، فنانه جميله صديقه واخت رحاب جمل، كان المفروض بتعمل ست محروقه عجوزه وحرق قديم، فقعدنا انا قعدت اشتغل معاها تقريبا يجي 3 ساعات. فكان قدامي روحه مش الجرأه، تحدي. فقالت لي ده تمام؟ قلت لها والله اللي هيثبت ان الشغل ده تمام ولا لا مش عينك ولا عيني. هي الست اشادت بالشغل. قلت لها امشي في الشارع، كنا لسه في بيتها قبل ما تمشي، مشيتها في الشارع ما حدش عارفها. فكان بالنسبه لي ده كان موضوع من ضمن التحدي اللي في حياتي. ومره عملت نفس القصه لحرق بالفحم، كان لشخص في مسلسل شيخ العرب همام، من ضمن الاشياء اللي خدت فيها وقت لدرجه ان الراجل يعني صعب عليا في الاخر. استاذنت المخرج واستاذنت الساده الاساتذه القائمين على العمل ان الموضوع ده هياخد ساعتين، فابتديت اعمله من البريك، فخدت ساعه البريك اللي احنا فيها والساعه اللي بعديها عشان ابتدي اشتغل. الموضوع ياخد وقت يعني، الراجل اجهد وانا اجهدت الحقيقه يعني، وكان على الهوا بس كان تحدي، وانا بحب الشغل ده جدا. في طالب او في شخص يبقى عنده القدره انه في خلال شهر يتعلم حتى الابجديات، فيساعدك انك عامله زي الارض القابله للزراعه في يوم وقابله للزراعه في شهرين. هو الشخص كده بالظبط. انا لا اعطي الفن الا من يرغب في الفن نفسه، ما بديش كورس مالوش علاقه بالفلوس. انا بعلم المكياج او بعلم جزء من فن صناعه الفن والمكياج للي حابب المكياج، مش ماده خلاص او فاضي وخلاص، لا خالص.
بتمنى ان يعني نمشي بحكمه اعطي كل ذي حق حقه. يعني يا جماعه خلي المتفوق في الحته الفلانيه في المكياج، كلنا بنفهم في المكياج، اذا كنت انا اعوذ بالله من كلمه انا وكل الزملاء، لكن كل واحد فينا بيحب حته معينه، فهات المتفوق في الحته المعينه يشتغل لك دي. يعني ادي لكل المتخصص حتته، وخلينا نعمل تفرقه في المكياج. بلاش ان المكير يعمل كل حاجه، لان المكير اللي بيعمل كل حاجه الجيل اللي جاي جزء منه للاسف الشديد جزء ضعيف. خلي المتفوقين كل متفوق يشتغل على الجزء اللي بيعرف فيه. انا ما عنديش مشكله ان العمل يبقى فيه 3 4 مكانات بيعملوا 3 4 اشياء مهمه، بس في الاخر هتطلع النتيجه كويسه في حق الصانع وفي حق المهنه وفي حق العمل في المطلق. ده اللي بتمناه بس.